السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنقدم معكم مليويات اللي كتشوفوا معايا على هذا الشكل، بدون دلك العجين أو الزبدة. كيجيو رائعين، لا في الشكل ديالهم ولا في المذاق. وغادا نقص منهم مليويات هادو كيف كتشوفوا معايا اللي غادا نديرهم بالزيتون والزعتر. نتمنى ان شاء الله تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، والى عجبكم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم. الله يجازيكم بخير، وبارطاج القناه باش القناه كتوصل للناس جداد يشتركوا معنا في القناه. وشكرا للناس اللي انضافوا للقناه. ونايا بسم الله غادا نبدا معكم بالمقادير. عندي كيلو ديال الدقيق الابيض او الفورص، نصف كيلو ديال القمح اللي هو الفينو، عندي معلقه ديال السكر سنيده، اللي باغي يعوضها بالعسل يعوضها به. وعندي ساشي ديال الخميره ديال الحلوى ديال 7 غرام او 8 غرام، شويه ديال الملحه، ومعلقه ديال الحليب بودره نيدو اللي كيبقى اختياري. صافي، وكنجمع العجين ديالنا عا بالماء اللي كيكون دافي شويه. بالنسبه في الحال سخون كنعجنوها بما بارد، ودابا الحال اللي بارد عندنا الجو كنعجنو بما شويه كيكون دافي. صافي، وكنجمع العجين ديالي على هذا الشكل. انا راه ما غندلكو ما حتى شي حاجه، غادا عاد نجمع حتى غادي تجمع لي العجينه. صافي، وغادي نغطي عليها بلاستيك ونخليها ترتاح. قد ما كنخليو هاد العجين ديالنا كيرتاح كيعطينا النتيجه اللي هي زوينه. وهنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما ارتاحت لي العجينه، هانتوما كيف كتشوفوا القوام ديالها كيف كيولي. كتجينا العجينه دلكات عاد داك الوقت اللي بقات كترتاح فيه وغطينا عليها. صافي، وكنقطعها كويرات على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا. هنا بالنسبه للحجم كيبقى كل واحد على حسب الاختيار ديالو. كيف انا دائما مشاركه معكم كندير معكم ملوي اللي هو كبير شويه. هاد المره قلت غادي ندير معكم مليويات اللي هما صغار في الحجم. صافي، كنقطعهم على هاد الشكل كيف كتشوفوا. صافي، وكنغطي كندهنهم بشويه ديال الزيت، وكنغطي عليهم بداك البلاستيك اللي كنت مغطيه به العجينه ما نضيعوش، غطيت به العجين. صافي، هنايا وغندوز نصايب معكم الخلطه باش غادي نديروه. صراحه اللي كيجي رائع، بدا ما نحتاجو نديرو لا الزبده. هنايا خديت 3 المعالق ديال السميده الرقيقه اللي كنديرو بها البغرير، زدت عليها معلقه ونص تقريبا ديال النشا، وزدت هنايا تقريبا نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. صافي، كنخلط هاد المكونات مزيان، وكنزيد عليهم كاس ديال الزيت نباتيه. صافي، وكنخلط الخليط ديالنا مزيان حتى كتخلط ليا السميده مع النشا مع الخميره، حتى كنخلطوا هاد المكونات كاملين. وكنخليوهم على جنب. هنايا خديت شويه ديال الزيتون اللي طحنته في الهاشوار، وزدت عليه شويه ديال الزعتر. انا صراحه انا كندير فيه حتى الفرماج، ولكن حتى صافي بديت وما لقيتش كيفاش غادي ندير الخرج نتسخر، وكنت باديه كنصوب في المسمن اولا الملوي. وعاد لقيت الفرماج بأنه ما بقاش عندي وما عنديش كي غندير. صافي، اضطريت درت عا الزيتون والزعتر وجا حتى هو زوين. صافي، هنايا بديت نصاوب. هنايا كنورق في الملويات، ضروري ما كنورقوا العجين باش كيجينا الملوي مورق وكيجينا من الداخل محلول وزوين، كيجيناش معجن ومدقص من الداخل. كنبقى كنورق فيه على هاد الشكل هانتوما كيف كتشوفوا معايا حتى كيولي يبان ليا السطح ديال العمل. صافي، وغادا نبدا نرش عليه شويه من ديك الخلطه اللي درنا. انا راه ما درت لا زبده لا والو، درت غير الزيت كيف شفتوا معايا والسميده والنشا شويه ديال الخميره. صافي، وكندير على هاد الطريقه كيف كتشوفوا معايا. الفيديو راه موضح، وكنخليه يرتاح عاوتاني المره الثانيه. صافي، وغنبقى مستمرة حتى غادا ندير 3 ديال الملويات على هاد الشكل كيف كتشوفوا. عاد كنجيب الأولى اللي بديت بها كنبدا كنورق فيها. المهم نتوما نتمنىكم إن شاء الله تبعوا معايا الفيديو، والفيديو راه شارح نفسه. وكنبقى كنحاول نتنيها
وما نزيروش عليها باش تجينا الملوية مرخوفة. المهم نتمنىكم تكونوا فهمتوني. صافي هنايا درت ملوية أخرى حتى هي اللي كندهنها بنفس الطريقة بداك الخلطة اللي درنا. نحاولوا تكون العجينة مورقة، هانتوما كيف كتشوفوا معايا العجينة ديالنا راه ورقناها وكنتنيها. وهنايا جبت هاد اللولة اللي صوبتها، صافي كنبدا نورق فيها بحال هكا، كنبدا نسرح فيها مزيان، عاد كنزيد واحد شوية من داك الخليط اللي عندنا وكنبدا نتني في الملوية ونحاولوا ما نزيروهاش باش كتجينا ملوية من الداخل، كتجينا محلولة وكتجينا مورقة وزوينة. وكناخدو هادوك الجوانب كندخلوهم في وسط من العجين كيف موضح في الفيديو. صافي وكنخليها ترتاح وتسني واحد شوية حتى كنصايبو واحد الربعة أولا خمسة. عاد غادا ناخدها وغادا نوريكم الطريقة كيفاش غادا ندير ليها ونخليها ترتاح حتى غادي نكمل الكمية كاملة. عاد غادي نبدا نطيبو فيه. هنا ضروري من الملوي غتشوفوني شحال مرة قلت لكم خليوه يرتاح يرتاح، حيت قد ما كيرتاح لينا قد ما كيعطينا النتيجة اللي هي زوينة. وهنا كنبقى مستمرة بنفس الطريقة. انا هنا كيف كتشوفوا معايا راه بديت معكم بهاد الملويات اللي كيكونوا خاويين، من بعد ما غادي نكملهم كاملين عاد غادي ندوز باش نصايبوا المليويات ديال المسمن. صافي هنايا نتوما كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خليتهم ارتاحوا كناخدهم وكنحاول نقرصهم بحال هكا وكنعاود نحطهم على جنب ونغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا. بما صوبت الملويات اللي غندير فيهم الزيتون، حاولوا نتوما ديروا فيهم تزيدوا شويه الفرماج مع الزيتون، وإلا كان ما متوفرش عندكم بحال كيف انا طرا ليا اليوم ديروا هكاك راه كيجي زوين مع بريريط ديال اتاي. واللي باغي يدير فيه يدهنهم بشويه ديال الفرماج اولا العسل، راه كيبقى كل واحد على حسب الاختيار ديالو على حسب الذوق. المهم نتوما غتشوفوا معايا وراكم شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو كيف كيجيو مورقين وكيجيو زوينين. وبالنسبه لهاد المليويات ديال الزيتون راه كندير ليهم بنفس الطريقه اللي درت للملويات العاديين، كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نكملهم. صافي مني غادا نكملهم باش كيجيوني ساهلين غادا ندوز نبدا نطيب فيهم. وما بين الاسرار ديال الملوي ديالنا باش يجينا ناجح ويجينا زوين راه كيبغينا حتى في الطياب ديالو نعطيو حقه. كيف ما كنعطيو حقه فاش كنبداو نخدمو فيه، نتوما كيف كتشوفوا معايا كنحاول العجينه كنورقها كيف كتشوفوا باش كيجينا الملويات كيف قلت لكم مورقين. وحتى في الطياب ديالهم وكذلك راه كنعطيوهم وقتهم وحقهم في الطياب. ماشي نرمي ملوية ونمشي نبدا نكمل في الملويات الآخرين، راه غادي الأخرى غادي في الطياب ديالهم ما غاديش ياخدوا حقهم. المهم نتمنىكم تكونوا فهمتوني. أهم حاجة اللي غنقول لكم أي حاجة كنبداو نخدموا فيها كنحاولوا نعطيوها حقها في الطياب وحقها في الخدمة ديالها باش كتجينا زوينة. كتشوفوا معايا راه كنحيد في داك الطريفات ديال الزيتون. كاينين بعض المرات اللي كيقيسوا لي العجينه بحال هكا الملويات اللي ما فيهمش الزيتون وكنحيدهم صافي وكنكمل الخدمه ديالي. صافي هنايا راني كيف كنرمي المليويات كنحاول نقلبهم كندور فيهم هانتوما كيف كتشوفوا معايا. وهنا العافيه انا دايرها متوسطه، ما كتكونش مجهده بزاف وما كتكونش ناقصه بزاف، المهم متوسطه. هانتوما صافي كيف كتشوفوا معايا غنبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى غادي نكملهم. وسمحوا لي الا هضرت لكم بزاف في الفيديو، انا عا كنبغي نوضح ونوصل المعلومة. وتبارك الله انا راه عا كنشارك معاكم، راه كلشي كيعرف يدير المسمان او المنوي. المهم انا كنشارك معاكم الطريقة ديالي وصافي. هانتوما كيف كتشوفوا المليويات كيف كيجيو محلولين وزوينين، كنحلها معاكم وهي باقا سخونه والله العظيم الا يلا محيداها من فوق المقله وكنحل فيها باش تشوفوها النتيجه ديالو كيف كيجي. ما كنحتاجو لا ندلكو ولا نديرو ليه لا زبده لا والو، هانتوما شفتوا عار بالزيت وديك الخلطه اللي درنا كيجي رائع. وهنايا غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نكمل المليويات ديالنا. من بعد ما غادي نكمل هاد المليويات الخاويين غادا نبدا نطيب فيه هادو اللي درتهم بالزيتون.
وتا هما بنفس الطريقة اللي طيبت المليويات الأولين تا هادو غادي نطيبهم بنفس الطريقة. وبالنسبة هادو اللي باغي يزيد فيهم شوية ديال السميدة باش كيجيو شوية مسمدين وكيجيونا حرشين شوية كيجيو زوينين. أنا ما درتهاش هاد المرة ولكن مولفة كنديرو كيجي حتى هو زوين. هانتوما كيف كتشوفو كيجي محلول وكيجي زوين، كيجي مورق، راه سخون وكنحل فيه وكيحرق ليا وكنعاود نحلو. المهم نتمنىكم إن شاء الله هاد الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. الله يجازيكم بخير وبارطاج للقناة، وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم.